خامس يوم رمضان اتفاجئوا اهالي الزقازيق وقت الفطار بصرخات مرعبه، وفجأة شافوا دخان خارج من واحدة من الشقق. الناس اتجمعت ساعتها واهل العمارة ما كانوش فاهمين ايه اللي بيحصل، لكن كلام الطفل الصغير كشف اكتر جريمة مرعبة. علشان تفهم ايه اللي حصل وتفاصيل الجريمة البشعة دي، شوف معايا الموضوع من اوله. الحكاية بدأت في قرية صغيرة في الزقازيق بمحافظة الشرقية. من حوالي 10 سنين بدأ أيمن يشتغل في ورشة النجارة بتاعته، والحقيقة إن الشغل بتاعه بيحقق له مكاسب كويسة، لكن أيمن كان بيدور على فرصة أحسن علشان يطلع منها مكاسب أكتر. في الوقت ده أيمن كان في أواخر العشرينات من عمره، وكان بيفكر في أي فرصة إن هو يسافر برا مصر، لأنه كان معتقد إن هو هيلاقي فرصة كويسة في اي بلد تانية غير مصر. بس اهله نصحوه ان هو لازم قبل ما يسافر لازم يتجوز ويكون اسرة. وفعلا بدأ ايمن يدور على بنت الحلال اللي هي هتستحمل معاه العيشة البسيطة بتاعته، لحد ما شاف رحمة بنت الحاج محمد عطية، وكانت شابة جميلة جدا واخلاقها كويسة جدا، وكان كل الجيران بيشهدوا ان هي طيبة وعايشة في حالها وعلى خلق. وفعلا بيتقدم ايمن لاهلها وبيتجوزها وبياخدها معاه تعيش في بيت اهله، لان ابوه كان جايب له شقه في بيت العيله. والحقيقه ان رحمه ما كانتش معترضه ان هي هتعيش في بيت عيله، لان شايفاهم ناس كويسين وطيبين، وكمان هي كانت عايزه تعيش حياتها وخلاص وملهاش دعوه بحد وعايشه في حالها. وبدات رحمه وايمن يعيشوا حياه زوجيه سعيدة جدا زي اي اتنين متجوزين جداد. والحقيقة ان رحمة عارفة ظروف جوزها كويس جدا، وهي ما كانتش بتطلب منه الا الحاجات الضرورية بس، لكن للاسف ايمن كان بيتخانق معاها كل ما كانت بتطلب منه حاجة. حتى مصاريف البيت اللي هو الاكل والشرب كان بيتخانق معاها وبيقول لها مفيش. المشكلة ان رحمة كمان كانت ست بيت ومش بتشتغل وملهاش اي دخل، فرحمة كانت عايزة تجيب اكل لبيتها، فنزلت لحماها علشان يساعدهم ويديها فلوس تجيب بيها الاكل. وفعلا الراجل ما اتاخرش واداها فلوس علشان تجيب الاكل، لكن طبعا جوزها لما عرف قامت خناقه ما بينهم هما الاتنين. لكن رحمه اتحملت الخناق والاهانه علشان خاطر بيتها وبنتها. في الوقت ده بدأ ايمن يشتغل في نجارة المسلح علشان يقدر يدخل دخل زياده، علشان هو بيفكر ان هو يسافر بره. في الفتره دي رحمه بتحمل بابنهم التاني، وساعتها بتقول ان هي عايزه تفرح جوزها وتقول له الخبر السعيد ده وتفرحه ان هو هيجيله ولي عهد. لكن بتتفاجئ بردة فعل جوزها اللي بيقول لها هو انا ناقص مصاريف زيادة؟ وبالرغم من كل ده رحمة بتستحمل وبتخلف ابنها التاني. الطبيعي بقى ان هي لما تخلف ابنها التاني المصاريف بتزيد، لكن جوزها ايمن كان بيتهرب من المصاريف، حتى المصاريف الاساسية، وما كانش بيرضى يصرف على عياله في الاكل والشرب كمان. ورحمة عارفة ان هو كل ما بتطلب منه حاجة بتقوم خناقة ما بينهم هما الاتنين. وفعلا كانت بتطلب منه، ولكن بتطلب منه الحاجات الأساسية زي الأكل والشرب، الحاجات المفروضة في كل بيت، بس هو كان بيتخانق معاها وبتحصل مشكلة، لدرجة إن أبوه وأمه كان بيسمعوا صوت الخناقات دي وكان بيطلعوا يشوفوا فيه إيه. وطبعا أبوه بعد ما بيشوف كده بيدي الرحمة كل شوية مصاريف عشان تمشي بيتها، بس طبعا دي كانت حاجة قليلة ومش بتكفي اي حاجة. وفي مرة قامت خناقة ما بينهم هما الاتنين، لدرجة ان ايمن قعد يضربها وسبب لها كدمات، وهي ساعتها غضبت وراحت عند بيت اهلها علشان تشتكي لهم من اللي بيعملوا ايمن فيها. بس اهلها استنوا شوية لحد ما هديت وقالوا لها ان هي لازم ترجع لبيت جوزها ولازم تستحمل ظروفه الصعبة، لان دي طبيعة الست الأصيل. المشكلة بقى إن رحمة كانت حاسة إن جوزها بيتهرب منهم ومش عايز يدفع أي مصاريف، وبالرغم من ده كله لكن هي رجعت بيتها وفضلت مستحملة علشان عارفة ظروفه الوحشة، وكانت بتقول إن ظروفه وحشة لكن مفيش فايدة، هو مش عايز يدينا فلوس. ده حتى لما اشتغل في نجارة المسلح وبقى بيكسب فلوس زيادة برضه مش بيديهم فلوس، لحد ما في يوم بيلاقي أيمن وظيفة في الإمارات طالبين نجارين مسلح. وطبعا دي بالنسبة لأيمن الفرصة الذهبية علشان يخرج بره مصر، وساعتها ما بيفكرش في اي حاجة تانية، ولا بيته ولا عيلته ولا مراته ولا حتى في عياله الصغيرين، وبيقرر ان هو يسيب كل حاجة ويسافر على الامارات علشان يشتغل هناك. ولما بيقول لرحمة على الموضوع ده هي بترفض على طول وبتقول له ان ظروفنا وحشة وانت موجود، امال لما هتسافر بقى هيحصل ايه؟ لكن طبعا ايمن ما كانش مهتم برأيها، لان كده كده هو هيسافر ومش هيسمع كلام حد. وطبعا رحمة حاولت ان هي تقنعه ان هو ما يسافرش، لكن مفيش فايدة، وساعتها قامت خناقة ما بينهم هما الاتنين، لانه كان مصمم ان هو يسافر ويسيبهم لوحدهم يدبروا امرهم. وفي النهاية بيسافر ايمن على الامارات وبيستلم شغله هناك، وبتفضل رحمة مستحملة في بيتها، وكانت بتحاول ان هي تكفي مصاريف عيالها
وابنها اللي لسه مولود، وبتقول ان يمكن لما ايمن يشتغل في الامارات يبقى حالتهم احسن من كده ويبعت لهم فلوس كويسه. وبيمر شهر ورا التاني وايمن ما بيسالش عليهم حتى بالتليفون. ساعتها رحمه قالت ان هو اكيد في الغربه ومش عايزه تزود عليه اكتر من كده، وكانت بتستلف فلوس من امها وحماها وكانت بتدبر نفسها. بس المفاجاه ان ايمن لما رجع من السفر بعد فتره طويله لسه برضه على النغمه القديمه بتاعته ان هو معهوش فلوس، ويا دوب الفلوس اللي كان بيديها لها كان بتكفي مصاريفها بالعافيه. المهم ان مفيش يومين ولقيت ايمن بيقول لها ان هو راجع تاني على الامارات علشان يشوف شغله، لكن هي مش بتقدر تستحمل وبتقوله ان هو لازم يشوف لها حل في حكايه الفلوس دي. لكن بتتفاجئ ان هو بيتخانق معاها وبيضربها كمان، واخد شنطه سفره وسافر على الامارات. ساعتها رحمه بتقرر ان هي تاخد اولادها وتروح تعيش عند اهلها، ويمكن ساعتها توقعت ان ايمن ممكن يحس بالندم ويحاول يرجع تاني ويصالح. بس المفاجاه ان هو ولا اهتم اصلا، ولا اهتم ان هو يسأل على عياله، ولا يعرف كان بياكلوا منين ولا بيصرفوا منين، ولا اكنه مسؤول عنهم. وفي الوقت ده اللي كان بيصرف على رحمة وعيالها هم اهلها. وبتمر الايام والشهور ولسه عند رحمة امل ان ايمن ينزل مصر، لكن بتمر 5 سنين كاملة بيكبروا فيهم الاولاد، والبنت الكبيرة بتدخل المدرسة والولد الصغير بيقدموا له في الحضانة. وكل ده ايمن منزلش مصر ولا حتى سأل على عياله. لكن على اول رمضان رحمة بتعرف ان جوزها هينزل مصر علشان يقضي كام يوم في رمضان معاهم. ساعتها اهلها بيقنعوها ان هي تنسى كل اللي فات معاه وترجع علشان تعيش مع جوزها وتقضي معاه الايام المفترجه في رمضان. لكن بالرغم ان رحمه كانت رافضه من البدايه ورافضه نهائي ان هي ترجع له، لكن اهلها فضلوا يقنعوها ان هي لازم ترجع له وتنسى كل اللي فات. واكيد هو دلوقتي احواله اختلفت بعد ما قضى 5 سنين في الامارات، واكيد هيعيشوا في مستوى تاني ومستوى مختلف عن اللي كانوا عايشين عليه زمان. طبعا ساعتها رحمة رسمت أحلام كتير وافتكرت إن الدنيا هتضحك لها وهترجع تاني لبيتها وحياتها وجوزها. علشان كده قررت إن هي تسمع كلام أهلها وتروح على بيت جوزها تستقبله في رمضان. لكن للأسف ما كانتش تعرف إن دي نهاية كل حاجة. رحمة رجعت على بيتها واستلفت فلوس علشان تعمل له فطار كويس يفطر بيه اول يوم في رمضان. ولما رجع توقعت ان هو هيفرح بيها لما يشوفها هي والعيال، لكن النظرة اللي شافتها على وشه كانت صدمة بالنسبة لها، وساعتها النظرة دي كسرت نفسها. بس بالرغم من كل ده قررت ان هي تنسى الماضي وصالحته، وخليته يلعب مع اولاده ويتكلم معاهم اللي بقاله فترة كبيرة ما شافهمش ولا يعرف عنهم حاجة. وبيمر يوم ورا التاني وبتحاول رحمة ان هي تساعده وتلم الامور من كل الجوانب. والغريب ان هي بتلاقي ايمن نفس الحجة القديمة بتاعت زمان، ان هو على طول معهوش فلوس. بالرغم ان هو شغال في الامارات لكن لسه على نبرته القديمة اللي هو معهوش فلوس ونفس البخل ونفس الحجة. لكن رحمة بتستحمل وبتدبر امورها وبتصرف على البيت. لكن ابنها الصغير بيتعب ومحتاج علاج، وهي مش عارفة تجيب له العلاج لان جوزها مش عايز يديها فلوس. وساعتها ما بتقدرش تستحمل وجع ابنها وبتروح لأيمن وبتقول له يديها 100 جنيه علشان يجيب العلاج. لكن ساعتها أيمن بيقول لها إن هو معهوش فلوس وإن الولد شوية وهيخف ومش محتاج علاج ولا أي حاجة. فبتتعصب رحمة عليه وبتقول له إن الولد مش هيخف غير لما ياخد علاج، وهي عايزة 100 جنيه علشان تجيب بيها العلاج. ساعتها أيمن بيتخانق معاها وبيقول لها إن هو مش هيديها حاجة ومعهوش فلوس. وساعتها رحمة ما كانتش عايزة تتخانق معاه، هي عايزة تاخد منه فلوس علشان تجيب علاج لابنها. وفعلا بتنزل لحماها وبتقول له ان هي عايزة فلوس عشان تجيب علاج لابنها، فبتاخد منه 100 جنيه وبتروح الصيدلية تجيب علاج لابنها. بس المفاجأة ان هي لما بترجع بتلاقي جوزها واقف لها وبيقول لها كل العلاج ده ليه؟ هو علاج واحد كفاية. وساعتها بدأ يتعصب ويتنرفز عليها من جديد، وهي عايزة تفهمه ان العلاج ده لابنها التعبان، وانك انت ما بقتش تصرف على البيت، وانك كمان كل شويه بتقول لنا انك معكش فلوس وانك شغال في الامارات. ازاي معكش فلوس والمفروض ان انت تصرف علينا كويس؟ ساعتها بتتفاجئ بايمن بيضربها بقوه من غير توقف، وفضل يخنقها بايديه لحد ما وقعت على الارض. ده ما اكتفاش بكده كمان، ده جاب سكينه وطعنها 13 طعنه في كل حته في جسمها لحد ما اتاكد ان هي ماتت تماما. في الوقت ده بنتها كانت في المدرسه وابنها الصغير كان في الأوضة التانية. ساعتها أيمن لقى قدامه جثة غرقانة في دمها، مش عارف يتصرف، مش عارف يعمل ايه علشان يهرب من الجريمة دي. فساعتها سمع صوت ابنه الصغير اللي عمال ينده على أمه في الصالة، فخرج أيمن من الأوضة اللي فيها جثة رحمة وقفل عليها بالمفتاح، وادى لابنه الصغير 10 جنيه علشان يجيب حلويات من الشارع. الابن ساعتها اتفاجئ إن الأب إيده مليانة دم، ده حتى ال10 جنيه اللي اداها له
كان فيها دم. اول ما الابن بيخرج من الشقه بيروح ايمن على الاوضه اللي فيها جثه رحمه، وبيقرر ان هو يولع في الشقه كلها علشان محدش يكتشف جريمته. فبيحط جثه مراته تحت السرير وبيولع في المرتبه وفي السرير. لكن في الوقت ده ما يعرفش ان ابنه الصغير بدل ما يروح يجيب حلويات راح عند ست امه وقال لها ان ابوه اداله 10 جنيه وكانت ايده مليانه دم، ده حتى ال10 جنيه اللي اداها لي مليانه دم. ساعتها الست صرخت لما لقت الدم موجود على ال10 جنيه وخافت على بنتها. ساعتها كان ابن عم رحمه موجود في البيت عند امها، فجري بسرعه على البيت هناك علشان يلحقها، لكن اتفاجئ اول ما دخل البيت بدخان خارج من اوضه النوم. ولحسن الحظ ان يدوب النار مسكت في المرتبه ولحق ساعتها يطفيها قبل ما تمتد للاوضه كلها. وطبعا بيلاقي الدم متغرق في كل حته في الاوضه، والناس ساعتها بتتجمع وبيلاقوا جثه رحمه مقتوله ب 13 طعن. بس للاسف ما لقوش ايمن اللي خلاص نفذ مهمته وطلع جري على مطار القاهره علشان يسافر على الامارات. لكن لحسن الحظ ان اهل رحمه بلغوا البوليس على طول علشان يلحقوا يمسكوا ايمن قبل ما يسافر على الامارات. وفعلا الشرطه قدرت تقبض على ايمن قبل ما يسافر على الامارات بدقايق، ورجعوه تاني على الزقازيق بتهمه قتل مراته رحمه محمد. وللاسف الاطفال الصغيره دي خسرت امهم اللي كانت بتضحي عشانهم كتير. اما ايمن بقى فخسر كل حاجه. ودلوقتي يا عزيزي المشاهد، تفتكر ايه الحكم المناسب اللي يستاهلوا ايمن؟ اكتب لنا رايك دلوقتي في التعليقات. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تدعمنا بلايك، تشترك في القناه، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.